اهلا، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا ان شاء الله هنبتدي نشرح جيت وجيت هاب. آه، لوهلة لما نيجي نشوف بس يعني جيت وجيت هاب بيبان لك اللي هي حاجة واحدة، الاتنين واحد، بس هو العكس، هما مش اتنين واحد خالص. دي حاجة لازم تفهمها، ان جيت وجيت هاب هما مختلفين عن بعض، مش اختلاف جذري بس اختلاف يعني يعني اختلاف في المعنى واختلاف في الاستخدام. خلينا الجيت دي عبارة عن تكنولوجي زيها زي أي تكنولوجيا عموما. تعمل التكنولوجي دي هي معناها هي حاجة اسمها version control system. تمام. هي دي بتخلي الديفلوبرز يبقوا قادرين هو يتحكموا في التعديلات في الكود. طبعا ايه الكلام ده؟ ما اعرفش الصراحة، كلام غريب. حلو. طب هنفهمه امتى؟ هنفهمه في شرحه. جميل. فاحنا قلنا اللي هي version control system هي جيت high quality version control system. هي بتستخدم ان الديفلوبرز لما يعملوا edit في الكود يبقوا يقدروا يتبعوه. ده كله كلام بس هنفهمه عن طريق حكاية بسيطة. لو انا دلوقتي مثلا نقول مثلا عندي بروجكت، خليني انا بروجكت اكون مثلا البروجكت ده تمام وزي الفل، وادي الدنيا فيه عامل زي الفل، جميلة. تمام. ده مثلا هيتسلم لكلاينت. الكلاينت ده شافه وقال لا انا عايز اعمل تعديل. فانا اي حد بيعمل ايه؟ بيروح داخل عامل التعديل، بس ده غلط. ممكن الكلاينت يرجع لكلامه، فراح عامل ايه؟ هتلاقيني رحت واخد منه كوبي وعملت كوبي، بقت نسخة قديمة نسخة جديدة. هيحصل تعديل تاني، هفضل انسخ، ادي كوبي 2. يعني لو في 50 تعديل احنا هنفضل نعمل الحاجات دي كلها. قال لك لا، احنا هنعمل حاجة جديدة. هي ايه؟ هي يعني التكنولوجي بتاعت الكنترول سيستم. طب دي قايمة على ايه؟ قايمة على حاجات بسيطة هنتكلم عليها دلوقتي. انا مثلا بيبقى عندي يعني فايل واحد، كتبت فيه مثلا اكواد واحد اتنين تلاتة او اي حاجة، ممكن تكتب فيه اي حاجة. بعد كده انا مثلا بكون حفظت النسخة دي، فادي كده حفظنا نسخة. جيت ان في تعديل في السطر ده، فانت بتعمل التعديل زي الفل، فبتتحفظ النسخة دي كده. بس التعديل اللي انت عملته ده مكانه بيتحفظ في حاجة اسمها فيرجن. يعني في فيرجن نسخة مثلا في 0، دي النسخة اللي قبل كده اللي هي فيها الكود ده، اللي هي فيها قبل التعديل. لما بتعمل التعديل بيعمل نسخة جديدة بالتعديل بس، يعني بيحط التعديل بتاعك بس، مثلا بيبقى في واحد. كل ما تعمل تعديلات وتسجل كده كل ما النسخ بتزيد، عشان بحيث انت مثلا لو لقيت نفسك اللي انت عملته غلط عايز ترجع اللي قبله، هتلاقي تعرف ترجع اللي قبله من غير ما تبقى تعبان او كده، ومن غير ما تستهلك مساحة كتيرة ان انت تقعد تعمل كوبي. فجيت هي حاجة محترفة للديفلوبرز عموما. طب ايه هي الجيت هاب بقى؟ احنا مثلا طب تعالى نشوف كده، لو كتبنا جيت، نكتب جيت مثلا. لا مش جيت هاب، انا عايز جيت. تلاقي ان جيت عبارة عن ايه؟ عن سي ام دي عادية، يعني مش حوار، يعني ما فيهاش، مش برنامج ولا حاجة، هو مجرد اوامر وتكنولوجي. اما لو الجيت هاب مثلا جيت، تلاقي ان جيت هاب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن موقع وفيه ناس وفيه حوارات يعني في هنا دنيا حضرتك. تلاقي يبقى ليك بروفايل. فاه فهنا عرفنا ان الجيت هاب هو عبارة عن حاجة واحدة بس، وعبارة عن ويب هوست موجودة شغالة على تقنية الجيت. ده الفرق بينهم. فاحنا هناخد الاتنين، ناخد جيت وجيت هاب. دي انترودكشن بسيطة عن جيت والفكرة بتاعتها. جميل جميل. بس تعالى بقى نحكي حكاية جيت. تمام، بدأت شغلها في 2005 بالظبط.
بدأت يظهر مصطلح الجيت وبتاع، وكان حوار جديد، ثورة تقنية ساعتها، وكان الناس دي بتعمل ايه يا جدعان؟ فالموضوع اتشهر نزل الفل، الناس بقت مبسوطة بالموضوع، فضلت تتطور علشان مرحلة بطيئة لحد ما ظهر زيها بدايل وظهر حاجات شبهها بتنافس. جت بعد كده شركة اسمها مايكروسوفت، أكيد معروفة، قالت احنا عايزين نعمل حاجة اسمها الكوبايلوت. لو كتبنا دلوقتي كوبايلوت، هو بيقول لك اي اي. تمام، هو اي اي يعني بيتعامل مع الاكواد بشكل اكتر، هو يعني زي اسيستنت كده بيتعامل مع الاكواد بالاي اي. فايه الفكره هم كانوا عايزين يعملوه؟ قالوا بس احنا عايزين داتا سيت، فما لقوش احسن من جيت هاب، أو يعني احسن من جيت هاب يشتروه عشان يبقى فيه الداتا سيت الكبيره دي كلها. ان جيت هاب عليه هو اكتر منصه اوبن سورس في العالم فيها كل المشاريع، فلما تديله الداتا سيت لاي اي زي ده يتعلم فيها، ده هيبقى اي اي عبقري. فهم اشتروه. بعد كده بدأوا يطوروه وخلوا حاجات فيه اوبن سورس وحاجات يعني خلوا الناس كلها تستخدمه. من اول 2018 اغلب الناس كانت بتستخدم جيت هاب، خلاص احنا بقت حاجه اساسيه، هي بقت بطاقه يعني هو بقت البطاقه بتاعتك كبروجرامر عشان تشتغل. لما تيجي تقدم على اي شغل مثلا بروجرامنج يقول لك هات لي اكونت جيت هاب. ليه؟ انه عايز يشوف شغلك، انت بيبين الحاجات دي كلها. مثلا كان في مهندس قال ايه، قال لك ان هطلب منك جيت هاب ومش عايز حاجه تاني بس. فضروري يبقى عندك جيت هاب اكونت عشان تستخدم فيه الجيت تكنولوجي بقى. ده الموضوع ده. فادي مقدمة كده سريعة عن جيت. هنيجي نخش بقى هنخش بقى في اللي بعد كده، جيت بتتكون من ايه وايه الاقسام عموما.